يسعد لي صباحكم يا أحبائي. شلونكم؟ إيش أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بكل صحة وعافية وراحة بال. فيديو جديد، روتين جديد، فيديو تسوق. بدنا ننزل على السوق أشتري شوية أغراض وحاجيات للبيت، فحبيت أخدكم معي وأصور لكم هذا الفيديو، إن شاء الله يعجبكم. فكملوا الفيديو للأخير ولا تطلعوا من الفيديو. يلا خلينا ننزل على السوق. هلا بدنا نروح نشتري خضرة. قرارة شو بنزين بكني؟ معنيش سوبو. هاي ما تاخذ. شو هاي؟ هي تبع السمبوسة. ايوه حطوا هون بعملوا هيك. حلوة والله. شوفي هدول علب التوابل كمان حلوين.
اخذنا هي. ماما شوفي في احسن منه من هي. لا هدول احسن، نعمات احلى. ايه هناخد مين عم تصوري؟ شوفي فيهم كمان. هدول مو حاط. ما برضو امريكا. هاو بعجنات شنو؟ هون اخذت موز هدول الموجودين برا الصندوق، فحسيتهم مو كتير مستويات، يعني حاولت اطالع غيرهم من الصندوق ما قدرت. هون كنت عم بنقي بصل، ما لقيت هيك احجام الناعمه، يعني خرج طبخات قليله، فقلت بشوف بلكي يكون في جوا احسن منه. وجيت بدي انقي كوسه، انا بدي اياهم صغار ولا حاطين كلهم من تحت. هالمره صرت بقى يعني ابحبش من تحت ساعتين لحتى نقيت الكوسيات اللي بدي اياهم. فعن جد انا ذوقي كتير صعب حتى بالخضره. هو بس ناخد ادديو دزندك نعي عبيري. اسمعني هيك هندك. وهاي يا جماعة هي وصلتنا على البيت، رح أقلكن شو اشترينا أورجيكن مع الأسعار إن شاء الله، فخليكن معي. يلا خلينا نبلش. أول اشي من الخضرة مشان أشيلن وبعدين نشوفوا إيش اشترينا. وبرجع بقلكن مساء الخير يا جماعة، يا أصدقائي، يا أحبابي، اشتقت لكم. واليوم مثل ما شفتوا صورت لكم فيديو تسوق، نزلت اشتريت هيك شوية أغراض للبيت. ما شاء الله يعني الجو كان برد كتير، بس أنا كنت يعني مسمكة اللبس الحمد لله، عندي جاكيت هيك جواته كله فرو. المهم خلينا نبلش هلا بالمشتريات. جبنا خضرة. بالنسبة للخضرة أول شيء الفواكه، جبنا موز كيلو كيلو ب1000 وربع، يعني أقل من دولار بشوي. أحطه هون، حطيته هون بجات الفواكه. برتقال وكمان تفاح. هدول الكيلو ب1000، ما بعرف شو اخذت كمية. وكمان كان في ليمون. المهم هدول كانوا معروضين برا مثل العروض، يعني اي شيء مثلا صنف تفاح، ليمون، رمان، برتقال، يوسفي او كلمنتينا بتقولوا عليه، كله ب1000 الكيلو. فاخذت تشكيله، حطيت معه كمان كم ليمونايه. المهم هدول عندي هلا البرتقال والتفاح ابو السره يعني. واخذت كمان بصل يابس، كيلو كان ب1000 دينار. وجبت كمان وهذا الطماطم البلدورة، كان الكيلو 500. نحن يعني كان كتير رخيص، الكيلو ب500 دينار. وجبت كمان مشان طبخة بكرة أو بعد بكرة، ما بعرف امتى بصح لي إن شاء الله بطبخ. جبت أغراض المحاشي، بدي أساوي محشي كوسة. جبت كوسة، طبعا نقيتهم كوسايات ناعمات كتير زراف. شوفوا لي الكوسايات ما أحلاهم. أنا بحب المحاشي يكونوا هيك الكوسايات ناعمات. بالعراقي بيقولوا عليه شجر، حطوا لي بالتعليقات ايش بتقولوا عليه بالعراقي، شجر ما بعرف. المهم الكيلو كمان كان ب1000 وربع على ما أظن. هدول الملفوف كمان أنا بعمل منهم محشي ملفوف، بدي أساوي كمان. هذا بناء على طلب مريم، هي طلبت مني، قال بحب المحشي الملفوف.
والله ما بعرف الكيلو يمكن كان ب1000. هذا بيطلعوا أكثر من كيلو، بيطلعوا كيلوين، 1000 دينار طبعا. وأنا اشتهيت هيك على كم بانجانة، جبت لإلي بس هيك كم بانجاناية، شي بيطلعوا لنا شي 6 7 اشتريتهم. كمان الكيلو كان ب1000، 1000 دينار. وأخذت توم، ما كانوا يعني كتير مناح التوم، أخذت بس هيك للطبخة يعني، بس 3 روز. ما سألت حتى شو قد الكيلو، خجلت يعني. أخذنا خبز، طبعا الربطة ب500 دينار، أخذت 3 ربطات. هذا هون بيقولوا عليه خبز سوري أو خبز لبناني. وجبنا لروبين صفد فريز، هي يمكن كان فيها عجب نص كيلو، شي 750 دينار. كان رحت على الماركت، كان لازمني بس طحين، أخذنا 3 أكياس طحين. هاي النوعية سعرها ب1000 دينار، وهدول الوحدة يعني تنتين ب1500 دينار، يعني تقريبا تنتين بيسوى شي $. هدول الطحين أخذناهم. أخذت صبغ الشعر إلي، رقم ما بعرف 3 و4، أنا قلت له بدي بني غامق. هو لأن أخذت تنتين، ليش؟ لأنه قال لي الوحدة ب3000 دينار وتنتين ب5، فدون بيلزمني، قلت له هات تنتين، أخذتهم. أول مرة بستعمل هاي الماركة، ما بعرف إذا أنتم مستعملين منها كويسة أو ما كويسة، خبروني، ما عم بعمل دعاية. المهم، والله رحت كمان على الصيدلية، وكمان أخذت حبوب فيتامينات ومقوي عام بالنسبة يعني إلي، أخذته. طبعا هذا يعني بشكل عام خاصة للنساء، لازم بعد سن 30 مثلا يبلشوا ياخذوا المعادن والفيتامينات اللي ناقصة بجسمهم. فأنا الحمد لله صار لي فترة يعني معتمدة على هذا النوع، بيروح معي الشهر لأنه فيها 30 حباية وكل يوم حباية، وهو عبارة عن مغنيسيوم بكل أنواعه. شوفوا طبعا كلنا بنعرف المغنيسيوم كتير مفيد للجسم، للقلب، لصحة الشرايين، لصحة القلب، يعني بشكل عام يعني كثير لصحة المعدة، الأمعاء، أي شيء يعني. حتى بينظم مثلا، بيساعد على إنه واحد ينام يسترخي مثلا. عندي كان شوي في مشكلة بالنوم، مع الوقت بعد ما تستعملوا مثلا شهر شهرين بتحسوا إنه صار نومكم نظامي أكثر. حتى هيك بتحسوا براحة نفسية أكثر، مع لأنه هذا إذا نقص بالجسم الإنسان دائما يعني بحس حاله هيك متوتر وقلق وكذا. أكيد كل النسوان يعني بحاجة لهاي المعادن. بصراحة أنا أخذتها باستشارة طبية ومستمرة عليها الحمد لله. وكمان فيه فيتامين د 3، وفيتامين ب كمان موجود فيه، وفيتامين كاف، ومغنيسيوم، كل أنواع المغنيسيوم، لأنه في مغنيسيوم بنوع مثلا، كل نوع مخصص لشغلة، ففيه كل الأنواع يعني الحمد لله. بس غالية شوي، سعرها ب 12000 دينار، 12000 دينار. هون بشكل عام الأدوية هون غالية لأنه تقريبا كلها مستوردة. وأخذت هاي إلي نقاطة شعر، ما بعرف شوفوها حلو ذوقي، أنا هيك بدون بحب الشغلات اللي بتلمع. بناتي بيقولوا لي أنت سبحان الله وين شيء هيك عم بيلمع بيلفت نظرك بتاخذي. وهي براية أخذناها مشان إقلام المكياج. وبالنسبة للطبخة ما ضل وقت أطبخ اليوم، فبنتي جودي اتصلت علي، نحن بالسوق قالوا ماما جيبي لنا طحين فلافل بيجي جاهز، عفوا مو طحين، فلافل بيجي الحمص جاهز مطحون ومتبل كل شيء، بس نحن بدنا نقلي. في مطعم هون إذا حدا موجود بزانجو 99 اسمه سنجار، كتير يعني كويس ونظافة وكذا، فبنجيب من عنده الحمص المطحون وبس للقلي، يعني ما بده شيء، وكتير بيطلع معنا طيب. وهون بحطوا معه هذا الصوص، ما بعرف ايش هذا الصوص، ما حبيناه ولا جربنا حتى ندوقه كمان. فهلا ايش بدنا نعمل عشاء خفيف، بدنا نقلي فلافل، بما انه ما ضل وقت، هلا صارت الساعة تقريبا 7:30 المساء، تأخرنا شوي بالسوق، فخليكم معي كملوا الفيديو للأخير. وهلا بدنا نبلش نقلي الفلافل طبعا بمساعدة جودي، عبال ما يحمى الزيت لأقوم أجهز شوية خضرة مشان نعملهم يعني نقطعهم للسندويشات. يلا خليكم معنا.
هلا بالبيت بصراحة ما شفنا غير هدول، في خس وخيار وبندورة وملفوف أحمر، حاجة بندبر حالنا فيهم. طلعت حتى بالمحل جبت الخضرة، مو شوي تأخرنا رحنا على المساويات ما بقيان لا بقدونس، لا بقدونس ولا نعناع، فيلا هدول كمان بكفوا. وجودي كمان عملت لنا مخلل لفت مثل ما بقولوا، ان شاء الله سنة خير على الدنيا كلها يا رب. ما بعرف، انا هلا كنا عم نحكي انا والصبايا وجودي، مو هيك جودي عم بقول انا حاسه هذا يعني هي السنه سنه خير ان شاء الله. انت ايش رايك جودي؟ احساسي بش بقول لك؟ ايوه انا هيك بقول. الحمد لله، يعني شفتي هاليومين المطر والثلج بكل مكان يعني. اي والله. هنشتغل عندكم بقاولنا. بس خلينا خلصنا. ايش بنعمل هلا؟ ايش بدك تعملي مع الصوص كذا جودي مع طراطور؟ ايه. ايش بتحطي معه بس اشرحي لنا. ملعقتين لبن. لبن ايه. وملعقة نص راشي يعني طحينة. ايوه. وشوية ملح وليمون. وانا هيك اختياري بحط لها سماق، بس هو ما بيحط لها سماق، انا بحط لها. يلا ما شاء الله من كتر ما الجو برد الزيت صار له ساعة ما عم يحمر. اي والله. يلا خليني ابعد الكاميرا شوي تشوفوا جودي عشان عم تقلي فلافل. عن جد هي وجبة خفيفة مو جودي؟ ايه ما عم حطها كلها بشي طاسة لانه رح ارجع احط بالبرد، بس رح اقلي كم وحدة. ايه عادي يعني، ليش لسه بدنا نفضي؟ مو هو بالكيس عادي. ايه ما رح نقلي كله لانه إيه هاي الكمية اشتريناها ب 1500 دينار. شوفوا هيك احطها. ها مش ايه؟ خلاص عادي ايه. خلص بفتح لك مطعم. والله. ايه بس لازم كنت توطي الغاز شوي. ايه لانه حسيت الزيت كتير تحملت. ايه حلو كتير. ايه هلا بيقدر بعد ما حط الفلافل. روبي امبارحة ايش قلتي بدك اطبخ لك طبخة؟ قولي لهم للمشتركين. طبعا قلت لأمي بالليل كنت مشتهية دولمة الكوسة. دولمة يعني ايه الكوسة؟ كتير مشتهية فقلت لأمي تعملها وبكرة رح تعملنا. شفتي شاد بحبك انا مو مثلك، جبت لك العدة كلها مشان اطبخ لك. ايه هي حبيبي مش ما شاء الله البندورة مستوية وحمرة يعني. ها بلاش كيلو 500 دينار يعني اقل من نص دولار، مع انه هلا يعني ما في بندورة هذا بقول الصيف. شايفين احنا بعز الشتاء. صحيح بس بدي اقول لكم شغله، بدي اوجه تحيه لوحده من المشتركات عندي بالقناه، شافتني بالطريق سلمت علي، ام احمد، بقول لها كثير تشرفت معرفتك ام احمد، ويعني لما شفتك وكذا وهيك. ايه والله بيسعدني اني التقيت فيكي. عندي هدول كمان ملفوف الاحمر كتير طيب مع سندويشات الفلافل. عن جد الفلافل يعني ما بتطلع طيبه غير مع هي الخضره، يعني الخضره هيك بكفوا عندي. الزيت لازم ما يكون يعني كتير حامي بعدين بيحترقوا ومن جوا ما بيستوي، ولا كتير بارد، هيك اعتياد يعني عادي. خبروني انتم كمان بالتعليقات مين بيحب الفلافل مثلنا، نحن عيله بنعشق الفلافل. ايه والله. بس هيك نشوف حالنا ملينا من الطبخ بنجيب هيك فلافل وبنقلي. يا عيني ريحه الفلافل بتقولي نحن قاعدين بشي مطعم. جودي بحلب انا مطعم كنا ناخذ من عنده الشلال. لا هذاك بعفرين الشلال. ايه صح خربطت، بس كان في مطعم كمان كبير بالبلد. فلافلنا ونزهة
لك هذاك اللي عند عمو حميد. هذاك لك. سندويشاتهم بالشل. ايه عمو حميد عن جد كان عنده يعني، وكمان يعني كتير كريم ها. ايه كتير. بدعم القرص السندويشة. الخضرة هيك عندي صارت جاهزة، فرمته مشان ما حدا يتلبك لسه يعني وقت نحط السفرة يعملوا سندويشات. ايه هيك جاهزين فرمناهم. هاتي لنشوف اللفت اللي ساويتي. طبعا هذا هو اللي عملته جودي، ساوت لنا. شوفوا اللون. ايه شوفوا اللون ما شاء الله. والله رح صبه. عنا هذا نحن بنقول عليه لفت. بيحطوا اللفت مع الشوندر مو؟ إيه. على كل الاحوال بعدين بنخبركم الطريقه. هالمرة بدي ارجع اساوي تبع الخيار والفليفلة من المخللات. بصور لكم الطريقة. اوكي. هي على طريقة خالتي الكبيرة. بنوجه لها تحيه اختي نازليه، هي بحلب. انا ما كتير يعني شاطره بصراحه بالمخللات لانه ما بحبهم ابدا. شوفوا. ما بحب المخللات. عندي بس جودي ومريم بحبوا هالشغلات المخلل والطرشي. فهي قالت حبت بدها تساوي، قلت لها اسالي خالتك هذيك خبيره. حتى شوفوا القص هيك ايه صارت طريقة مختلفة. يلا. لا وانا اهلين روبين. أهلين. وين كنتي انت ومريم؟ هذه كان جبنا شفتي اكلات؟ هدول اثنين ايه وهدول اثنين، واحدة لإلك واحدة لجودي. جبتي لي الي كمان؟ هي ايه ايش كمان جبتي؟ هدول اثنين عند أمي. هدول كريمه اختك وصتك؟ ايه 4. ده اجت عملتيهم؟ اختي شيرين وهي بيض. هدول جبتهم بس. يا جماعة شو وصلت هدول مسافانا. صحيح ما قلنا لهم كمان وصينا طلبيه هيك ما غراض. وصلنا كثير هيك ما صورنا. ايه هلا بنورجيهم ايش وصينا طلبيات سافانا. ثواني هدول علقوا ببعض. ورجينا اشوف هدول الك روبين. ايه بس ثواني علقوا ببعض. تمام. يا جماعة أول شي هاتي هي مصورة. الطبخ. هي طبقتين لسه ما زبطتها. حطيها على الطاولة تبين على السوا. يا جماعة ما بعرف كيف يزبطوها بس هي هم طبقتين. يا جماعة على فكرة نحن هدول كلها اكسسوارات، مو ذهب يعني عم نوصي. ما تفكروا ذهب، هدول كلها اكسسوارات. شوفوا الي. هي لجودي. إيه انا هي لجودي. هي يمكن للشير ما بعرف. هي ايوه. وهي لإلي. شوفوا هي. تمام. وهي هيك بيجوا مع بعض هيك. هدول على فضة. انا ما بحب شغلات الفضية، بحب الذهب. بس ثواني خليها تظبط الضوء. ثواني اجيبكم بلوسي وارجيكم. يا شوفوا هي بلوستي. هي هيك. واو. هي هيك بيجي من قدام. هي وصيتيها على سافانا مو؟ يا جماعة بتعرفوا هي القطعة بس 3000 ونص. ايه 3000. كان عليها عروضات. هلا يمكن بعد العروضات صار 7000. 8. بعد 8 قالت. كتير حلوة بوستك بالهنا. المهم يعني هلا يا حبايبي شوفوا علينا الفلافل. راح اوقف هلا التصوير على آلي الفلافل. اخر شيء بورجيكم النتيجة النهائية للسفرة. يا جماعة طبعا مثل ما شوفوا هيك بيجي طبقتين. الفوق كيف حلوة نجمة ها؟ والتحت صباع. بتعرفي هي على بلوزة سادة بتبين هيك على. هاي البلوزة اللي اشتريتها كمان سادة. لازم هيك بلوزة لون سادة. شوفوا هيك. شوفوا هي نجمة وتحت الصدفة. هذا هو الطراطور اللي ساوته جودي. طبعا من يعني هن بحطوها مع سندويشات الفلافل، انا ما بحبها ابدا. وهيك الفلافلات صاروا جاهزين يعني على القرمشة والفلافل الطيبات. طيبات ولا طيبين، مذكر ولا مؤنث؟ طيب. هلا جودي بدها تعمل سندويشتها، حبيت اصور لكم. شوفوا شلون هيك يعني لانه يا جماعة بتعبي. سندويشتي الوحيدة اللي بحط لها كل شيء. والله انا من كل هدول شوفي محمره يعني. هذا الدبس ما بحطه، هذا ما بحطه، هذا ما بحطه. بس الخضره بحط انا. انا ايش في بالدنيا بحطه. ما بحب. وين الملح؟ ما بحطي ملح. رمان صماء. ما جبنا توا. روحي جيبي صماء. وهذا دبس رمان كمان بحب معه، والصماء وهذا ملح معك. حطوا لي رايكم بالتعليقات هاي يا جماعه، يعني تعب جودي ما يروح على الفاضي. قولوا لنا شلون هيك شايفين هلا السفره وسندويشتها. يلا جهزت. بحب اكل معها حب بركة. حب سندويش حب البركه يعني حب السودا. كثير طيبة.
ما بعرف، انت غريبة الاطوار. والله طيبة، حتى في محلات فلافل جاهزة بيحطوا بالسندويشات على فكرة. هذا اللي بحطوه مع الفطاير اذا عرفوها، هلا بنورجيهم ايه. شوي يعني حب البركة. رح حط بس فلافلة. اول شيء هذا بقولوا عليه محمرة او معجون مثل معجون طماطم، بس هذا الفليفلة يعني. ايه حدها ما تكتري. جبنا هذا هذيك المرة من عادي، ابو بحب الشغلات. ابو الجملة، هذا بنجيب عنده مرات، هذا شغل سوري. ثابت طلعتور، بس بالغلط كترت مي. انتوا يعني ما تكتروا مي، اصلا ما تحطوا مي، انا احيانا بحط يعني. رح هيك مدها شوي. احط خس. يا عيني. تعي تعي انت ايش جهزتي؟ تعي ورجينا. لحظة شوي جودي خليكي. اندومي. ايش بدك تاكلي معه؟ اندومي؟ بدي باكل شوي فلافل. يا جماعة روبين عندها عادة مع سندويشة الفلافل بتحب تاكل اندومي، وانا كمان هيك بحب. يلا معلش اشارك معك بالوجبة. هيتين كمان. اوكي يلا دير روحي. يلا يلا جودي كملي. ملفوف. جوعتيني بسرعة، عجلي شوي مشان الحق ادف سندويشتي كمان. رح احط بندورة هلا. حاسة سندويشة ما رح تنلف معي. لازم كنت تحطي رغيفين؟ لا ما باكل بعدين. امم اوكي حاج خيار. وهلا رح احط المخلل، بس رح اقصه شوي، رح اقطعه لنص ثواني. يلا جيبي السكينة. انا بحب كمان معه اشرب كولا، بس هلا برد 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 مثل العادة والله. ما بصدق امتى اروح ابرك. بتصدقوا من وقت ما طلعت من البيت، بتصدقوا من وقت ما طلعت بالبيت قبل لسه ما يأذن المغرب لهلا ما بركت. هلا بتاكلي وبترتاحي. ايه بدي بس اروح اساوي لي كاسة زهورات بعد ما اتعشى وابرك شوية دفة. بدي كتر مخلل لانه بحبه. لا تكتري والله، احنا حطيت كتير غراض ها بعدين تقلب مادة. ايه هلا رح احط فلافل. إيه. دي واحدة مقرمش. كتري يلا، دعمي اللفة هاي. يا عيني. اوكي بدي احط شوية ملح على الخضرة. وريد السمان. اف هلا شو بدها تنلف معك؟ ما بعرف. تنلف. يلا لنشوف. اوكي هلا هيك بعمل وهيك. وبالصحة وبالعافية. اطيب سندويشة. كيف تاكل؟ ما بعرف. يلا هلا انا كمان برساوي سندويشتي، خليكم معي لنهاية الفيديو. ومثل ما شفتوا العشاء كان عشاء خفيف عبارة عن وجبة فلافل بنتي جودي قالتهم، وهلا هن عم بتعشوا بعملوا سندويشاتهم. المهم انا قلت كمان يعني بختم الفيديو معكم لهون. ولا تطلعوا على حوالي المطبخ، بعرف قايم وقاعد هلا، بس يعني نخلص العشاء ان شاء الله بننظفه. المهم يا جماعة يا حبايبي يا أحلى مشتركين ومتابعين، بحبكم كتير وبشكركم على كل دعمكم. وأي حدا مشترك جديد بالقناة كمان بعتذر إني لهلا ما رحبت فيكم، بقلكم أهلا وسهلا. يعني اشتركتوا بقناتي، نورتوا القناة وشرفتوا. إن شاء الله يكون كل شيء عم نقدمه عم بيعجبكم. مريم واقفة بدها تعمل سندويشة. يلا كملي. إيش لازمك؟ خدي إيش لازمك؟ إيه هي لازمة محمرة بتحبه كمان. المهم إذا عجبكم الفيديو وعم بتشوفوني أول مرة حطوا اشتراك، وكمان حطوا لي تعليقاتكم ولايكاتكم إن شاء الله، يعني هيك بنرفع مستوى القناة وبستمر معكم. طبعا الشكر الكبير كبير لكم. صحيح أنا عم بتعب بالتصوير، ويعني بتعرفوا التصوير ومونتاج وكذا عم تعبني، بس عن جد هذا كله بيهون مقابل دعمكم إلي، فبتشكركم من كل قلبي. لولا دعمكم ووجودكم معي بالقناة وتشجيعكم إلي القناة ما رح تستمر. فبقلكم إذا يعني في إمكانية كمان تدعموني وتكتروا مثلا التعليقات، مثلا بدل التعليق أي حدا عم بشوفني حطوا قلوب، حطوا شغلات، كتروا حطوا شي 10 تعليقات، هيك بيرتفع يعني هيك بيرفع من الفيديو وبجيب مشاهدات أكثر إن شاء الله. مريم لسه مشغولة بالسندويشة. المهم يا جماعة لهون بيكون وصلنا لنهاية الفيديو.
فلا تنسوا تدعموني طبعا فضلا وليس أمرا. ولا تنسوا كانت معكم ليلى هون. البارحة شفتوا يعني كنت جايبة ملفوف، أنا هلأ خلصت وحطيتهم على الغاز، هلأ ما شاء الله بلش شغلي. أنا ليش ما صورت كل الطريقة؟ لأنه قبل عندي فيديو كمان عملت محاشي وملفوف وكلهم، فإذا حبيتوا تعرفوا طريقتي رجعوا للفيديوهات القديمة موجودة عندي من القناة. وإن شاء الله هلا بس الطبخة تخلص بفرجيكم النتيجة. أخشما شما تل من ريك زيدان رحبي مبنما تدل برود نفقان أخشما شما تل من ريك زيدان رحبي